تفتكر الزمالك يعمل ايه مع بيراميدز بكره ان شاء الله؟ والله يعني قلقان من الماتش دوت والله يا روقه، والله مش عارف ليه كده. انت عارف اللي قالقني ايه؟ ان كل الناس اللي كانت بتتوقع حاجه على الزمالك قبل كده جاي دلوقتي مع الزمالك. يعني هو يقعد يقول لك ايه، لا اصل الزمالك كعبه عالي على بيراميدز، الزمالك هيكسب. الكلام ده كان على طول بنسمعه ان الزمالك ما عندوش فرقه، الزمالك ما عندوش لعيبه. كانت اللعيبه بتنزل تعمل عكس اللي هو بيتقال. اه تمام، بينزلوا يكافحوا ويقاتلوا على كل كوره وفي حماس وبنروح ويلعبوا جامد. انا قلقان قوي من كلمه الزمالك هيفوز، الزمالك هيفوز. لا، انا عاوز قوي. اللعيبه برضو يعني يتخلى عندها حميه شويه، وبعدين انت بص قربت قوي، قربت انك تعمل خلاص انجاز بقى، انت كبير. في جولات الحسم يعني لازم كل ماتش تاخده كاس. وبعدين في حاجه كمان، بص يعني تخيل لو انت خدت كونفدراليه ان شاء الله ودوري. تبقى حاجه يعني. لا هو إنجاز. كلاعب بقى كجيل هيتحط من افضل الاجيال اللي لعبت في تاريخ نادي الزمالك، حتى لو امكانياتك اضعف من وبعدين امكانيات الناس في حاجه الثانيه. عاوز اقول لك عليها. احنا عمرنا ما خدنا بطوله مثلا زي دوري ابطال او مثلا، لا خدناها قبل كده. بقالنا مده طويله ما خدناش بطوله قاريه كبيره زي القاهره كده مع الدوري العام، ما حصلتش. يعني تاخد كاس مع دوري، يعني حاجة مثلا زي ممكن كده. انك ما تاخد جمعش كونفدراليه الاثنين، ما جمعش الاثنين مع بعض. صح. ده هتبقى هيبقى انجاز في ظل الظروف اللي انت انجاز فيها. للجيل ده. اي نعم، ممكن وبعدين تكون كواليتي اللعيبه مش بقوه كواليتي اجيال قبل كده، بس هتتحسب لهم. وبعدين كمان ايه كمان، ان يعني انت واخد بطولتين كبار. الدوري العام دي اصلا دي اقوى بطوله محليه، دي حاجه. والبطوله القاريه انت شاركت فيها، البطوله برضه قويه بالنسبه لك. تمام، لو خدت البطولتين دول في ظل الظروف اللي انت فيها يبقى دي انجاز. تاني شيء هتوديك سوبر افريقي، يبقى انت كده ان شاء الله تطلع السنه بثلاث اربع بطولات، لسه معاك السوبر المصري. ان شاء الله. فدي ان شاء الله يعني مش هيبقى مثلا تفتكر هيبقى موسم يعني استثنائي؟ مش هيتنسي خالص تدوير اه، الزمالك. موسم اعجازي. اه طبعا. تفتكر اللعيبه يعني تفكر زينا كده مثلا كجمهور ان احنا لازم نحقق الحاجه دي، ولا اللعيبه والله ممكن دلوقتي يا كابتن من متابعتها للبرامج؟ السوشيال ميديا والكلام ده. تفتكر اللعيبه تفكر ازاي؟ لا بص، حته مثلا الكلام دلوقتي بيكون موجود في بيراميدز، لان بيراميدز ما عندوش جمهور، ما عندوش ضغوط. ان شاء الله ازاي نكمل، لان الجمهور بيضغطوا برضه، موجود في الاستاد بيحمسوا ويشجع بحميه جامده. ان شاء الله يعني الزمالك لو فاز يكون بقى، اللعيبه يعني ان شاء الله كده يكون على قدر المسؤوليه ان شاء الله. ان شاء الله الزمالك لو فاز بقى يقرب بنسبه كام للدوري؟ بنسبه كام في المية للدوري؟ بنسبه 70%. ده رقم حلو مش وحش. رقم حلو، لان انت بص خلاص هي دلوقتي في ايديك. ما انت دلوقتي لو بص اقول لك على حاجه يا كابتن برنس، بالنسبه للزمالك مش لاي حد تاني، بيني كزملكاوي يعني. لو انت فزت على بيراميدز ان شاء الله، ان شاء الله يعني هتفرق مع بيراميدز 5 نقط ومش هتلعبه. هو يروح يلعب المنافس، هو هيلاعب المنافس ان شاء الله. ان شاء الله يكون في نتيجه ايجابيه ان هم يتعادلوا. ان يتعادلوا مع بعض هيبقى انت بينك وبين بيراميدز 7 وبينك وبين الاهلي 7. رحنا للاهلي، الاهلي موت نفسه قدامنا وفاز علينا، بينه وبينه 4 نقط وفاضل له ماتشين. فانت بنسبه لازم تفوز على بيراميدز عشان خاطر تضرب عصفورين بحجر. ان فزت على بيراميدز ان شاء الله هتاخد 3 نقط وتفرق عنه 5 وتضربهم في بعض، عشان الاثنين عايزين يلعبوا دوري ابطال. فالاثنين كده مش هنقول بس سيبك من بطوله الدوري بقى ايه، الاثنين عايزين يلعبوا دوري ابطال. فاي واحد فيهم عاوز ياخد مركز ثاني بعد الزمالك، فكده كده في واحد فيهم وقع الثاني، يا اما يتعادلوا هل فوزك على بيراميدز؟ وانا بتكلم بيراميدز حتى لو مش هيفكر في المنافسه على الدوري، هيفكر في دوري الابطال. والاهلي لو مش هيفكر في المنافسه على الدوري هيفكر في دوري الابطال، وماتشهم هيبقى طحن. ان شاء الله الزمالك يكسب باذن الله. ان شاء الله. تتوقع؟ انا خايف من توقعات. بلاش توقعات، بس خلينا في التشكيل. خريب بيت كده يعني. انت متوقع، شكلك متوقع غير لا ان شاء الله غير فوز الزمالك شكلك. التوقع شيء يا كابتن، والامنيات شيء، ما انا عارف. والامنيات شيء. ما احنا كده بنتمنى الزمالك يكسب. انا مش قادر اتوقع لان الماتش صعب جدا، صعب على اي حد يعني. فاللي يتوقع دوت هيتم، مش هيتوقع يعني النتيجه يعني. لا ربنا يستر. انت فاهم. طيب انت لو انت مكان معتمد جمال تبدا ازاي بكره؟ ما هي الناس هتنتقدنا وكلمت عن حاجه واحده بس اغير فيها. انا ما استريحش لحراسه الزمالك الا في محمد عواد. بس ماشي هو كلامك مظبوط، بس انا المهدي سليمان الفتره دي شغال. بس انا شايف انه مش مالك جول يعني. خلاص ماشي. طب انت مثلا يا عم، انت مكان معتمد جمال تبدا بمين؟ عواد ومين تاني؟ عامه يعني التمني شيء والتوقع شيء. المهدي سليمان حارس مرمى. ماشي تمام. اللي انا عاوزه يلعب بيه يعني يبقى حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل، واتمنى محمد ابراهيم، بس هو يلعب عمر جابر يعني. لا بس هو يلعب عمر جابر. التمني انا بكلمك على التوقع وعلى التمني محمد ابراهيم. بس هو هيلعب عمر جابر. هيلعب عمر جابر وهيلعب بنتاي. تمام. نص الملعب او فتوح، بس انا برشح بنتاي. نص الملعب المفروض بقى دي ماتش قوي وفي كوره جامده وفي لعيبه كوره جامده في الملعب. بيلعب باحمد ربيع ومحمد شحاته. احمد ربيع ومحمد شحاته، ومين قدامه؟ عبد الله وعبد الله السعيد. ماشي. بزيرة
ما انت عندك عدي ومنسي. عدي الدباغ وناصر المنسي. المفروض هيلعب 4-3-3. يعني ما هو خلي بالك، هو ب 90% بيبدا كده على طول. بس هو في اختلاف واحد بس، فتوح مش هيبدا. اختلاف معاك انت؟ في اختلاف معاك في التشكيله. انت مش عاوز فتوح يبدا؟ مش عاوز فتوح يبدا او بنتايج واحد منهم، بس انا بقول فتوح لان فتوح في نص الملعب كويس. عبد الله سعيد لو تعب الشوط الثاني هيلعب فتوح ينزل يشغل الماتش شويه. ما ينفعش يلعب فتوح وعبد الله سعيد في نص الملعب في خط النص بتاع بيراميدز اللي هو فيه مهند لاشين وقطه، والعيال دي حلوه جامده يعني. انت مع فكره ان هو بيبدا بناصر منسي وعدي الدباغ وفي نفس الوقت الثنائيه ماشيه كويسه يعني. هم بصراحه الواحد بقى حاسس ان انا عاوزهم يلعبوا على طول. بيعملوا مجهود وبيسجلوا اهداف. وعدي الدباغ كمان على فكره بيرجع يدافع جامد قوي. بيرجع يدافع وبعدين بيسجل اهداف واجابه على المرمى بقاله فتره كده الحمد لله يعني ماشي على بسم الله ما شاء الله يعني. لازم يكون موجود في الملعب يعني. خلاص ان شاء الله نفوز بينا وبعدين باذن لو الله. انت مثلا هتلعب على ناصر عدي الدباغ هتبدا بيه، معاك شوكو بنزا على الدكه ولا حاجه. لو انت سجلت شوكو بنزا نزل الماتش اللي فات. لو انت سجلت هدف بدري ولا حاجه فهم هيهاجموك فتلعب على المساحات. نزل واحد زي دي جري يجري باي كوره كده ولا حاجه تمشي معاه. ان شاء الله هتمشي معانا باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله.